بابا قادر يشوف التليفون، بس الحقيقة انه عمره ما قادر يشوفني، ولا عارف انا بستخدمه ليه، ولا عارف انا بهرب من ايه في التليفون. مجرد ما يشوفني ماسك التليفون في ايدي تبدأ سلسلة من الانتقادات واللوم. انت هتفشل، انت مش عارف مستقبلك، الجهاز ده هو اللي هيبوظك، هو اللي هيضيعك. ومش عارف انه يمكن يكون الجهاز ده هو الحاجة الوحيدة اللي بتديني القبول من غير مجهود. صحابي عليه، مذاكرتي عليه، الأغاني اللي بحبها عليه، الآيات اللي بحب أسمعها عليه، الدنيا كلها بقت عليه بأقل مجهود. بابا مش قادر يشوف إني لو عاوز حد يقول لي كلام حلو بسمعه من هنا، ولو حد قال لي انت كسبت التشالنج ده او عملت الحاجة الفلانية ببقى في قمة سعادتي اني عرفت انتصر، اني عرفت اكسب، اني عرفت اثبت نفسي في حاجة. كل اللي بيحصل بقول هقعد ساعة واحدة بس، وساعة تجر التانية تجر التالتة، اجي بالليل ابقى زعلان من نفسي اني ضيعت الوقت، والاقي الكون كله بابا وماما زعلانين مني اني برضو ضيعت الوقت، فارجع اهرب تاني للتليفون، ونفضل ندور في الدايرة دي. فيا ترى بابا هيعرف يساعدني؟ تابعونا الفيديو الجاي عشان نعرف الحل ايه.